السلام عليكم ورحمة الله. اوعي يفوتك الفرصة وما تخزنيش الطماطم دلوقتي، ده الموسم بتاعها وهي كتيرة ومتوفرة جدا في الأسواق، فإن شاء الله نجيبها ونخزنها لشهر رمضان. ربنا يبلغنا رمضان وإياكم. بجيب كده بقى الطماطم وببدأ ان انا اشيل الوردة الخضراء بتاعتها دي، وببدأ ان انا اغسل الطماطم كلها وبشيل الوردة الخضراء دي علشان خاطر بيبقى تحتيها رملة. وبأكد عليكي تاني ده كده الموسم بتاعها وبتبقى كتيرة جدا وسعرها بسيط، وكمان فرصة علشان خاطر الطماطم المتعارف عليها ان هي مجنونة يا قوطة، فكل يوم بتبقى بسعر كده. خلاص بقى غسلت كل الطماطم بتاعتي، بجيب بقى كده المصفى وبجيب الحلة اللي انا هعمل فيها، بتكون اكبر حلة عندك بقى. بنبدأ ان احنا نحط فيها المصفى علشان خاطر ان احنا هنصفي الطماطم بتاعتنا. وبعدين بقى هنجيب هنا شفشق الخلاط وبنحط هنا فيه حبة مية كده بس في اول مرة، وببدأ ان انا اقطع الطماطم علشان خاطر الخلاط بتاعي ما يبصش، وعلشان خاطر تتضرب معانا بسرعة، لان الطماطم ما شاء الله كلها حب جامد وحمرة ما شاء الله. بس هنا الإضاءة اللي معاكسة معانا، بس هي ما شاء الله كلها حمرة وكلها يابسة، شايفين ما شاء الله. والطماطم دلوقتي في ب5 جنيه وفي ب6 جنيه، وفي كيلو ونص ب10. دي كده اللي هي كيلو ونص ب10، ما شاء الله ما طلعش منها اي هدر خالص، ولا رمينا منها اي حاجة، ولا القشرة بتاعتها بايظة، ولا فيها حتة مسوسة، ولا اي حاجة. فده كده الموسم، وما شاء الله الطماطم بتبقى مليانة كده وملحمة، فنقدر ان احنا نجيب دلوقتي ونستغل الفرصة ونخزنها. شايفين بقى انا كبيت هنا الطماطم، ما كبيتش الشفشق كله، بشيل منه حبة كده في ارضية الخلاط، وببدأ ان انا ازود عليها طماطم تاني واضرب، علشان خاطر ما نقعدش نزيد كل مرة مية، ويبقى الطماطم بتاعتنا عليتها مية وتاخد وقت كمان على البوتاجاز واحنا بنغليها. ببدأ بقى ان انا اصفيها كده، وطبعا انا هنشتغل بايدينا كمان شوية، بس ان احنا ايه كده في الأول بس. بابدأ إن أنا بقى إيه أصفّيها، وبنضطر إن إحنا هنا نصفّيها. بنصفّيها ليه؟ علشان خاطر التفل اللي بيطلع من الطماطم دي أو الشوائب دي بتبقى غلط على القولون، فعلشان خاطر نحافظ على صحتنا إن إحنا نصفّيها كده الأول. ودي كده أفضل طريقة لتخزين الطماطم. في ناس بتضربها، بتسلقها الأول وبعدين تضربها، بس أنا بافضّل إن إحنا ناخدها كده من البداية الأول. وده كده اللي طلع من 15 كيلو طماطم، أنا كنت شارية 15 كيلو، ودي كده الحبة اللي طلعت منهم. خلاص بقى كده الطماطم ما شاء الله بعد ما صفيتها، شايفين لونها حلو ازاي. هسيبها بقى كده على النار تغلي لحد لما تتسبك شوية او تقصر يعني ايه، يعني ان هي الكمية بتاعتها تقل بالشكل ده. يعني ان هي بتتبخر كل المية الزيادة اللي بتبقى فيها، وبكده تضمني ان الطماطم بتاعتك تقعد معاكي من السنة للسنة ما شاء الله، بدون ما الريحة ما بتاعتها ما تغير، ولا كمان اللون بتاعها ما يجهر ويغير وهي راقدة في الفريزر. هحط لها هنا بقى كمان، هحط معلقتين سكر، وهحط كمان معلقة ملح. بس اللقطة دي برضو ما جاتش، بس بقولك على اللي انا حطيت. وهحط معلقتين سكر لل15 كيلو، وهحط معلقة ملح. السكر والملح هنا بس علشان خاطر المزازة اللي بتكون في الطماطم. وبعد ما بحط السكر والملح ببدأ ان انا اسيبها تغلي كمان حبة، وده كده خلاص هنطفي عليها النار. شايفين احنا الحلة كانت مليانة لحد الاخر، يعني يعتبر خس الربع ده اللي هو المية اللي كانت موجودة في الطماطم واتبخرت. وبكده الطماطم بتاعتنا تكون متسبكة وتكون جاهزة على اي تقلية بقى بتاع محشي او طبيخ او اي حاجة. ان شاء الله هتبقى حلوة جدا، جربوها بالطريقة دي. كده خلاص بقى انا هطفي عليها النار، هسيبها بقى تبرد خالص، وبعدين هنبدأ ان احنا نعبيها في الاكياس بتاعتنا ونعينها بقى في الفريزر، ونبدأ ان احنا نستخدمها وقت ما نحب. شايفين الطماطم متسبكة وتبقى تقيلة بقى بالشكل ده، فطبعا هي الطماطم هنا بتبقى مركزة، فيعني حبة بسيطة هتكفي وهتسد معاكي، بخلاف ان انت مثلا ايه في وقت الطماطم ما هي فريش كده تقدري ان انت تحطي الشفشق مرة واتنين، انما كده يعني الحبة من دول يعملوا معاكي طبخة. ممكن بقى حسب كمية الطبيخ اللي انت بتعمليها، بس المهم ان احنا نحط كميات بسيطة كده بس في الأكياس، علشان مش كل مرة الطبخة بتبقى زي اللي قبلها. يعني مرة هعمل كيلو بسلة، مرة هعمل نص كيلو بس وجنبيه طبق ملوخية، بيبقى النظام كده. هحط بقى اكيسهم بقى كلهم بقى بالشكل ده. وطبعا بجيب هنا اكياس لبن تكون نظيفة، وببدأ ان انا اعبي بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل ده. وطبعا لو هتحطي بقى في اكياس كمية كبيرة، تبقى انت عارفة بقى ان دي مثلا الصلصة بتاعت المحشي، ممكن كمان تاخدي كيسين، ممكن تاخدي كيس حسب
ما الحاجة عندِك، تمام. وده كده كانت طريقتي في تخزين الطماطم، إن شاء الله جربوها، وبجد والله ما باعملش إلا كده كل سنة، وباحفظها بقى في الفريزر وقت ما باكون حابة بنطلعها تفُك وبنستخدمها. أتمنى تكونوا استفدتوا، أتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو، وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة أنزّلها. وإن شاء الله ناويين نكمّل مع بعض، وناوية أنزّل معاكم فيديوهات يوم السبت والتلات والخميس بإذن الله على الساعة 18:00. تابعونا وإن شاء الله مش هتندموا، في وصفات كتير جدًا على القناة. خدوا جولة كده في القناة وإن شاء الله هتستفادوا من حاجات كتيرة موجودة جدًا. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.